القصة بتبدأ براجل ياباني لابس بيجامة ألوانها ملفتة، ويفتح عينه فجأة يلاقي نفسه جوه أوضة بيضة فاضية تماما. مفيش باب، مفيش شباك، ومفيش حتى سقف. واضح المكان كله ساكت ومرعب، والراجل مش فاهم هو جه هنا ازاي. يقوم يتمشى جوه الأوضة وهو متوتر، ويبص في الحيطان يمكن يلاقي أي فتحة أو مخرج. وهو بيقرب من حيطة يلاحظ حاجة طالعة منها بشكل غريب جدا. يقف يبص لها باستغراب، وبعدها يمد ايده ويلمسها بحذر، يضغط عليها مرة، وفجأة الأرض والحيطان يطلع منهم ملايكة أطفال صغيرة بتضحك، يظهروا ثواني ويرجعوا يختفوا. لكن قبل ما يروحوا يسيبوا نفس الحاجة دي طالعة من كل ناحية في الأوضة. الراجل يتصدم ويصرخ من الرعب، يبص على صباعه اللي لمس بيه، وبعدها يبدأ ينده ويطلب النجدة، لكن محدش بيرد. واضح انه محبوس لوحده. بعد شوية يحاول يهدي نفسه ويقول مفيش حل غير ان افهم المكان ده. يبدأ يضغط على الحاجات دي واحدة واحدة. كل مرة يضغط حاجة تقع في الأوضة، مرة فرشة سنان صغيرة، مرة مزهرية كبيرة، مرة كورة، مرة حاجات ملهاش أي لازمة. بعد كذا تجربة يكتشف ان كل زرار بيطلع نفس الحاجة كل مرة. يعني لو ضغط زرار معين يطلع نفس الشيء تاني. يفضل يجرب زرار واحد كتير ولحد ما يعمل كومة كبيرة من عيدان الأكل. لكن وهو مبسوط يضغط على زرار تاني تطلع عربية صغيرة من الحيطة وتخبط في رجله جامد. يصرخ من الوجع. يضغط زرار بعده يطلع له موقف سخيف يخليه يتنرفز أكتر. الساعات تعدي والأوضة تتملي حاجات غريبة من كل نوع. في لحظة الراجل يرمي كرة على الحيطة، الكرة تضغط زرار وفجأة يطلع له أكل سوشي. يفرح جدا لأنه جعان ويبدأ ياكل بسرعة. بعد أول لقمة يفتكر إنه ناقص الصوص، يبص حواليه ويقول لأي حد سمعه يطلعه له، لكن محدش بيرد. يفضل يضغط على زرار السوشي كتير ويطلع له أكل كتير، لكن الصوص مش بيطلع. في الآخر يستسلم وياكل من غيره. أول ما يخلص آخر قطعة يضغط الزرار تاني، وفجأة يطلع له زجاجة الصوص. يقف مصدوم وبعدها يتعصب ويرميها بعيد. يكمل تجارب ويضغط زرار تاني، يطلع له نضارة قديمة يلبسها، وفجأة يقدر يشوف ملاك صغير مستخبي، والملاك بيشاور له على زرار معين. الراجل يفرح ويقول خلاص ده أكيد زرار الخروج. يجري بسرعة ويضغطه، لكن بدل ما يخرج يظهر عد تنازلي، وبعدها ينزل عليه موقف سخيف يخليه يندم. بعد وقت طويل يكون لقى كتب مصورة وقعد يقرأ منها 5 أجزاء. يضغط يجيب الجزء السادس لكن يطلع السابع. يجرب تاني يطلع الثامن. يجرب تالت يطلع التاسع، لكن السادس مش موجود. يتعصب ويبدأ يجرب أزرار كتير بسرعة لحد ما فجأة زرار معين يفتح جزء من الحيطة ويظهر باب مستخبي. الراجل يفرح جدا، لكن من التوتر ينسى انهي زرار هو اللي فتح الباب. يجرب زرار عشوائي يطلع راجل أفريقي يجري من حيطة لحيطة. يجرب غيره تنزل مية على دماغه. يجرب التالت يطلع هو الصح. أول ما الباب بيتفتح يجري عليه، لكن الباب يقفل في وشه. يجرب تاني ونفس اللي حصل يتكرر. هنا يفهم ان الباب بيفضل مفتوح طول ما الزرار مضغوط لتحت. يبدأ يفكر، مرة يدوس برجله ويجري، مرة يضربه بحاجة من بعيد، مرة يشده بحبل، مرة يحاول بالمروحة ولا حاجة تنفع. يجرب يستخدم العربية الصغيرة لكن مش بيعرف يوجهها. ويفهم ان الحل انه يثبت الزرار لتحت. يجيب المزهرية الكبيرة ويحطها فوق الزرار، لكن الزرار يزقها ويطلع تاني. فيقول لازم اتقلها. يجرب يملاها مية لكن المية بتنزل عليه. هو يجرب يملاها بالاكل تتقل جدا، لكن دلوقتي مش قادر يشيلها وفتحتها ضيقة ومش عارف يدخل ايده. يضطر يطلع اللي فيها واحدة واحدة باستخدام عيدان الاكل. بعد تعب كبير يشيلها بالعافية ويروح بيها ناحية الحيطة. اول ما يوصل يكتشف انه نسي مكان الزرار الصح. يجرب زرار يطلع الراجل الافريقي ويخبط المزهرية بالغلط. المزهرية تقع وتتقسم نصين. الراجل ينهار ويتعصب جدا. يبدأ يصرخ ويزعق. بعدها يجرب يغطي الزرار بالاكل نفسه، لكن الزرار يطلع من وسطه عادي. يجرب يلزقه، يجرب يحط فوقه معدن، ولا حاجة نافعة. بعد شوية ياخد مسكنات من وجع الباب اللي كان بيخبطه كل مرة وينام شوية. يقوم
يقوم عاوز يغسل سنانه، يضغط على زرار يفتكر انه بتاع المية، لكن بدل المية ينزل حبل من فوق. فجأة يبتسم، جات له فكرة، يفتح الباب ويتمرجح بالحبل علشان يوصل للباب اللي وراه قبل ما يقفل. لكن اول ما يدخل يلاقي الباب اللي جوه مقفول بمفتاح، يرجع بسرعة قبل ما الباب يقفل عليه، وبرضه الباب يخبطه وهو خارج. من العصبية يشوط الحيطة، وفجأة يظهر مفتاح طاير في نص الأوضة. لكن أول ما الزرار يطلع لفوق المفتاح يختفي. دلوقتي لازم يثبت المفتاح ويفتح الباب ويوصل قبل ما الوقت يخلص، بس الأول لازم يفتكر زرار المفتاح. فبيحاول يحدد مكان رجله وقت الشوطة، يجرب زرار يطلع كلب ينبح عليه، يجرب التاني نفس الكلب، يجرب التالت ويطلع صح، يحاول يعلم مكانه بحتة أكل، يرجع يضغط يطلع الكلب تاني، يعني علم غلط، يرجع بسرعة ويلاقي الصح ويبدأ الخطة الجديدة. يطلع الحبل يتمرجح لكن لسه ناقص مسافة، يبص فيلاقي شفاط كان طالع له قبل كده، ياخده ويقول هو ده الحل. في المحاولة اللي بعدها يتمرجح بالحبل ويزق نفسه بالشفاط فيوصل لزرار المفتاح، ياخد المفتاح يضغط زرار الباب، يجري بسرعة يحط المفتاح في القفل، يفتح لكن يلاقي فوق قفل تاني محتاج 3 أرقام، يرجع بسرعة قبل ما يتحبس والباب يخبطه تاني. من الغيظ يرمي الشفاط على حيطة تاني، فيطلع الرجل الأفريقي يبص على جبهته يلاقي مكتوب 3 أرقام، يفهم انهم الشفرة المطلوبة، يضطر يعيد خطة الحبل كلها 3 مرات، كل مرة يدخل رقم، في المرة التالتة يفضل جوه ويحاول يفتح الباب تقيل ومحتاج زقة جامدة. أول ما يفتحه سنة الحيطة اللي وراه تقفل عليه، يتحبس في مكان ضيق جدا، يقعد على الأرض ويعيط، يفتكر الأوضة الأولى كان محبوس لكن كان عنده مساحة وكان بيتسلى بالحاجات اللي بتطلع له، دلوقتي عرف قيمة اللي كان فيه. فجأة يحس بهوا على وشه، يلمس الحيطة يلاقي شرخ صغير، يفهم انها حيطة مزيفة، يزقها بسرعة ويجري، يلاقي نفسه في ممر طويل جدا وسط ضلمة، يفضل يجري وقت طويل جدا لحد ما يوصل لأوضة جديدة، شعره بقى طويل وألوان البيجامة بهتت، يدخل الأوضة الباب يقفل وراه، لكن هنا بدل ملايكة أطفال يطلع ملايكة كبار يختفوا في الحيطان ويسيبوا الأزرار الغريبة. دي مرحلة التدريب. وفي نفس الوقت ننقل على المكسيك، ولد صغير اسمه أنطونيو أهله قلقانين عليه، أبوه مصارع مشهور، مراته شايفة إنه ساكت ومتوتر يمكن خايف من خصمه الجديد الأصغر منه، الجد يقول الخبرة أهم من السن، بنتهم توصله الحلبة بدري علشان يغير هدومه ويجهز نفسه. في المدرسة أنطونيو بيتريقوا عليه علشان راهن على أبوه، وقت المباراة بتيجي بنت تاخد أنطونيو والجد للحلبة، يدخل الفريق الأول وبعده يدخل الأب وشريكه، المباراة تبدأ، شريكه يبدأ كويس لكن الخصمين يهجموا عليه سوا، يشاوروا للأب يدخل لكنه متردد، بعدها يدخل لكنه يتغلب بسرعة وقبل ما الخصم يضربه بكرسي. في نفس اللحظة الراجل اللي في الأوضة يضغط زرار، فجأة رقبة المصارع تطول جدا ويضرب الخصمين براسه، الراجل اللي في الأوضة مش فاهم فيفضل يضغط نفس الزرار. في الحلبة المصارع يضرب شريكه والحكم والكل، الراجل يبدأ يجرب أزرار تانية، زرار يخلي مغني يطلع نار، زرار يخلي ساحر يفشل، زرار يخلي راجل ينبح لكلابه، بعدها يلاحظ نور فوقه، يبص يلاقي مفيش سقف ويشوف الملايكة بتطير بعيد، فيقرر بدل ما يضغط الأزرار يستخدمها درجات ويطلع فوق، كل ما يمسك زرار أو يدوس عليه تحصل حاجة على الأرض، زرع يطلع حاجات تموت، اختراعات تظهر، أحداث كبيرة تحصل، كل ما يطلع أعلى الأحداث تكبر لحد ما يوصل لحاجات تخص البشرية كلها، لحد الهبوط على القمر، شعره ودقنه يطولوا جدا، بعدها يلاقي نفسه بقى بيطير ويبدأ يختار الأحداث بنفسه، يبقى بيتحكم في حاجات كبيرة بتحصل للبشر، بعدها الحيطان تختفي ويبقى حواليه ريش أبيض وقدامه بوابة نور يدخل منها يوصل لآخر أوضة، الحيطان عليها القارات وفي النص زرار ضخم، يقف
يقف قدامه ويقرب يضغطه، ودي آخر مرحلة المستقبل. ولحد هنا نكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبك يا صديقي ما تنسانيش باللايك والشير والكومنت الحلو اللي زيك، وطبعا تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وطالما انت لسه جديد خش شوف الملخصات اللي فاتت علشان متأكد انها هتعجبك. بس كده اشوفك على خير في فيديو جديد، ويلا نقول سلام.